المباراة اللي وفات قبيله شويه مباراة النادي الصفاقسي ولا الترجي فات بالتعادل، نقطة مهمة للسي اس اس خلاها تضمن المشاركة في كأس الكاف، والترجي يرجع بنقطة رغم الغيابات العديدة في تشكيلته. مباراة مع ربيع البوغاني، حيدر عون، عماد جلالية ونور الدين خلفة. نقطة فقط تفصل النادي الصفاقسي على ضمان مشاركة قارية الموسم القادم والتواجد في كأس الكونفدرالية الإفريقية، لما واجه الفريق حامل اللقب وبطل الموسم الحالي الترجي الرياضي. تشكيلة الترجي الرياضي عرفت عديد الغيابات أمام السي اس اس على غرار الثنائي البرازيلي يانساس ورودريغو رودريغيز، كذلك غياب توغاي وغيلان الشعلاني. النادي الصفاقسي بتغيير وحيد على مستوى التشكيلة، محمد اسلام القاسمي ياخذ مكان فودي كامارا. أولى فرص صار لقاء كان وراءها محمد بن علي على الجهة اليسرى للدفاع السياسي يتوغل ويطالب بضربة جزاء، والحكم عامر شوشان يطلب مواصلة اللعب. بن علي من جديد في الهجوم ياخذ كرة من حسام تقاي يسدد، صبري بن حسن يتصد. النادي الصفاقسي حاول عن طريق مهاجمه حازم الحاج حسن في مرة أولى كرته الرأسية بعيدة، وفي مرة ثانية حث على المباغتة، كرة سهلة يتصدى لها الحارس أمان الله مميش. بركات الحميدي يتوغل يرفع الكرة، فرصة تضيع أمام الإيفواري بيرنجر. الهجوم يتحول للترجي الرياضي، أسامة بوقرة يتوغل يحضر البن حمودة يسدد، النصراوي حاضر في التغطية. 40 دقيقة لعب، أولى التغييرات كانت من جانب النادي الصفاقسي، خروج الإيفواري بيرنجر ودخول إياد الوافي. محمد بن علي أبرز لاعب في صفوف الترجي الرياضي خلال هذه الفترة الأولى يسدد فوق المرمى. وشوط أول ينتهي على نتيجة التعادل السلبي. الشوط الثاني ينطلق مع فرصة خطيرة من جانب الترجي الرياضي، محمد بن علي ما يستغلش موقعه المناسب يسدد بعيدة. تغييرات ميغيل كاردوزو أعطت أكثر حيوية لهجوم الترجي، 1-2 بين زين الدين كادا وكيباسوي يرجع الكرة لكادا، محاولة خطيرة على دفاع سي اس اس. أسامة بوقرة بدوله حاول المباغتة يسدد فوق مرمى الحارس صبري بن حسن. النادي الصفاقسي حاول استغلال سرعة مهاجمه يوسف بشا يتوغل يمهد لحازم الحاج حسن كورته جانبية. دقائق حاول من خلالها النادي الصفاقسي الوصول لمرمى الترجي، البديل فارس ناجي يسدد جانبية، ثم كرة ثابتة آدم بلامين يسدد تضرب في الجدار وتخرج للركنية. دقائق أخيرة في المباراة لم تأتي بالجديد على مستوى النتيجة، رأسية كيباسوي من جانب الترجي يتصدى لها الحارس صبري بن حسن، ومحاولة فارس ناجي جانبية لمرمى الحارس أمان الله مميش. لينتهي اللقاء على نتيجة التعادل السلبي بين النادي الصفاقسي وضيفه الترجي الرياضي، نتيجة يضمن من خلالها سي اس اس مركز ثالث على مستوى الترتيب مع مشاركة في كأس الكونفدرالية الإفريقية. اللاعبين قاموا باللازم، جابوا نقطة اللي خلاتهم معناتها يحققوا الاوبجيكتيف اللي جينا على خاطره اللي هو المشاركة الإفريقية. لكن إذا باش نحكيو على البيلان، عملنا بيلان ممتاز جدا. 6 مباريات الأخيرة النادي الصفاقسي في المركز الثاني بعد الترجي ب 11 والنادي الصفاقسي ب9 نقاط. كيف على المستوى الهجومي من احسن الفرق في البلاي اوف في ال6 مباريات الاخيره. على المستوى الدفاعي قبلنا 4 أهداف، 2 ضربات جزاء و2 كرات ثابته، دونك ان بيلان تري بوزيتيف. مبروك الجمهور النادي الصفاقسي. C'est pas facile, c'est un championnat très dur. Je suis content parce que j'ai trouvé une compétition très forte ici. Ça c'est bon, mais j'ai trouvé aussi un groupe avec caractère, un groupe avec ambition, un club d'autre niveau et d'ambition aussi. Et ça nous a permis bien sûr d'arriver au moment et de finaliser la saison avec cette titre. C'est vraiment marquant pour nous. خالد، الترجي رغم الغيابات يرجع بنقطة من صفاقس ونقطة وحيدة للسي اس اس مهمة تخليه كما قال المدرب محمد الكوكي يضمن المشاركة الإفريقية. غيابات كبيره ومؤثره، كي يغيب عليك غيلان شعلالي في وسط الميدان، غيب ساس رودريغيز، ونعرفوا القيمه نتاع سورتو الملاعبيه هذوما، ساس رودريغيز في الكومبارتيمون اوفونسيف نتاع الترجي الرياضي التونسي، تسماو غيابات مؤثره. زيد توغاي في الدفاع اللي يضطر بن حميده يلعب في اللاكس، تلعب بوشني بارير جوش اللي هو درواتي. دونك كان فما برشا تغييرات في الفريق، برشا لاعبين كانوا ما ينشطوش كيما بوكيا، اليوم ريناه عاود رجع وقبيلو. دونك الحقيقه الترجي اليوم بتشكيله متبدله بنسبه كبيره ياسر ضد فريق اللي حشته على الاقل بنقطه.
بالنسبه لنادي الصفاقسي رينايا اليوم بدا المقابله ضاغط، حب يحسم حب يستغل على الاقل ممكن الشومباردمون على المستوى البوزيسيون نتاع لاعبي الترجي بسبب الغيابات. ضغط عالي لكن ما نجحش الحقيقه في الضغط نتاعو. لي زوكازيون نتاعو كانوا كلهم براتيكمون بركات الحميدي سور دي انفلتراسيون على لي كوتي، جابوا دي كورنير مسوا واحده منهم. ترجي الحقيقه كان واضح اللعب الكل على الجهه اليمنى وين بن علي تقى بوكيا، لانه كما قلنا الجهه اليسرى فيها لاعب يمين يلعب على اليسار، معاه اوكبيلو اول مره. الحقيقه الجهه اليسرى نتاع الترجي تقريبا كانت غايبه طول المباراه، كان جهه اليمنى، ومن هذيك جاء برشا خطر في الشوط الاولاني. فما تقريبا زوز محاولات كبار بن حموده كانوا كلهم ديزانفلتراسيون على لي كوتي. نادي راد الصفاقسي حاول الحقيقه سورتو في الدوزيام ميتان انه يمشي للاوفنسيف. وقت اللي رجع محمد الكوكي اعطى اكثر حريه للبركه الحميدي يمشي في الكولوار، لانه في الشوط الاولاني تقريبا كان يلعب 1 ضد 1 مع بن علي، كان ديما يرجع. هذا اللي خلى الشيء اللي خلى ممكن النادي الصفاقسي يتاثر على المستوى الهجومي، لانه احسن لاعب عندك وعنده سرعه تلقاه كل مره يرجع مع بن علي، يحب له باش يعاود يمشي للاوفنسيف. دونك وقت اللي يرجع محمد الكوكي لعب ب3 مدافعين 4 وسط الميدان واعطى اكثر حريه لبركات الحميدي على الكولوار يسار. عودنا رينا النادي الصفاقسي في ال 15 20 دقيقه الاخرانيين حاول الحقيقه حاولوا يخطف هدف، لكن ترجي كان يوقف كوم يلفو. جروسو مودو الماتش متوسط، ما هوش خايب، ما هوش حاجه كبيره، لكن لوبجيكتيف اتى بالنسبه للنادي الصفاقسي اللي هو النقطه تخليه يلعب كوب لاكاف. بالنسبه للترجي في ظل الغيابات هذه الكل يتسمى زاد تعادل مرضي للفريق. ما عملش ماتش كبير كما قلنا واضح، لانه ليزارم على الاقل ريناه الموسم هذا ما كانش موجودين، لكن في المجمل فما فرصه 2 كان ينجم يحسم عليها المباراه. زاد من ناحيه غير ما نقصوا الميريت تاع النادي الصفاقسي انه دافع كوم يلفو في الاوقات الصعاب، ومشى الهجوم كان بشويه هكا احتراز، لكن في الاخر واضح الاوبجيكتيف اللي هو النقطه وتحصل عليها النادي الصفاقسي. حكينا على الترجي وحكيتوا برشا في الحد الرياضي يمين، نحكيو على السي اس اس اللي بدا الموسم مع نبيل الكوكي اللي خدم خدمه محترمه مع الفريق، وجاء الكوكي الاخر محمد الكوكي اللي تطور معاه ايضا السي اس اس، وفي الاخير خرج كما قال هو بالاوبجيكتيف اللي حبت عليه الهيئه المديره ويتفاهم فيه مع الهيئه المديره اللي هو مشاركه افريقيه. شيء صحيح محمد علي. الفيرسيون الاولانيه نتاع الفاز الاولانيه نتاع الشامبيونان محترمه كانت مع نبيل الكوكي، ثم جات ان بتي باساج افيد جاء في الاول بلاي اوف، ثم جاء محمد الكوكي كيف على الاول يافي معناتها ما كانش كونستون لو روندمون نتاع ليكيب، لكن شوف الخمسه مباريات الاخيره كما حكى سي محمد، النادي الصفاقسي على في 5 مباريات الاخيره جاب 8 نقاط، ترجي جاب 10 نقاط. النادي الصفاقسي خسر مباراه، ترجي ما خسرش. باش نعطيك دي ستاد باش يظهروك انه الفريق اصبح هجوميا في على 5 ديرني ماتش. وقت نحكيو على الاهداف المحتمله، نادي الصفاقسي 5.08، بورتون ترجي اللي ماركي اكثر 44. معناتها باش تعرف انه نادي الصفاقسي يخلق اكثر فرص. عدد فرص، وخاصه لما يلعب خارج القواعد نتاعو، خاطر يلعب كونتر اتاك. لا على خاطر نادي الصفاقسي الفورمول والموديل دو جو اللي حطه محمد كوكي واللي يحيى عليه انه ان موديل دو جو يرتكز اساسا على الهجمه السريعه، وعنده المكونات، عنده بشه وعنده بركات الحميدي، وتزاد له حازم حاجه حسن اللي هذا الملاعب هذا لما يكون في احسن حالاته يجي معناتها يكون موجود في التشكيل ديما فما خطوره هجوميه وبيرنجي. وحاجه اخرى زاد الشجاعه نتاعو، معناتها سي اس اس يلعب خير وقت اللي يلعب الهجومات المعاكسه. هذا اللي يظهر في الاستاتيستيك باهي، والكابتن موافقك. لاش نزيدك نبعدوا شويه على الماتش وتو نرجعوا. يا اخي المدرب وقت اللي يبدا يعرف الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي عنده يخليه يلعب كيف بالطريقه هذيك، يستنى ويلعب كونتر اتاك. علاش يحشم انه يلعب بالطريقه هذيك وقت اللي يلعب في الميدان نتاعو؟ مش يستنى كو. انت لما تشوف مثال الهدف ضد النجم الساحلي سيتي اون ترانزيسيون، اما فك الكره في الشطر تيران نتاع النجم الساحلي. اليوم حاول وقت اللي الخطه هذيك هي اللي تمشي معاك، علاش تبدلها وقت اللي تلعب على ميدان؟ اليوم ما بدلهاش، اما اليوم الضغط نتاع النادي الصفاقسي ما نجحش كما نجح ضد النجم. شوف انت النادي الصفاقسي في المباراه ضغط، حاول يضغط على الترجي الرياضي التونسي، لكن الترجي كان يخرج منهم لي سيتياسيون هذوما، كان ينجم ينجح في خروج الكره. حاول النادي الصفاقسي باش يعاود نفس الموديل نتاع ماتش ليتوال سورتو في الميتون الاول، لكن ما توفقش. اما النادي الصفاقسي الفيرسيون هذيا نتاع الكادر 5 ديرني ماتش يتي بلوز اغريسيف الحق اوفونسيفمون. وهنا انا نقول لك وقت جيت اليني 4 جوارات فوكاسيون نتاعهم معناتها نفس هجومي
بشة وبيرنجي وحازم حاج حسن وبركات الحميدي 4 الحق يفول فير هو يعطي الصحه. اما يقعد مشكلك في النادي الصفاقسي او نيفو دو لا كونستركسيون، وهذا عانى منه نبيل كوكي وتوا عانى منه حتى محمد كوكي او نيفو دو لا كونستركسيون. البوزل مازال ناقص في الميليو تيران، معناتها ملاعبي ولا معناتها دي جوار دو كاليتي اللي نجموا زاد حتى على مستوى الهجمه المركزه يوصلوا حيه الكره للثلاثه. جاوب على السؤال تاعك. اي باهي نجي الكابتن ونرجع معاك امين ونرجع معاك خالد. بسرعه كابتن. كل ماتش عنده حقيقه، واخر مباراه هذه عنده الحق، ما نجموش نلوموا على النادي الصفاقسي، عنده الزاميه النتيجه الا وهي يتاهل الى كاس الكاف. معناها وهذه الالزاميه وهذا الهدف اللي حطوه كان عامل ضغط، وكان زاد عامل بالنسبه للمدرب باش ياخذ معناه حذره الاكثر والاقل. كان يلعب بحذر، تلعب ضد الترجي ناقصه مش ناقصه ابريتوس الترجي شو باش تمشي قدام وتخلي. دونك هذا هو ايش حبيت نقول انا، فهمتي؟ بون لعب بطريقه ذكيه وتحصل على المبتغى الا وهو النقطه اللي لعبوا عليها، ولو كانت صعبه معناها كانت فما توتر، ولكن هذيك معناها تفرضت على النادي الصفاقسي باش يلعب بهذه الطريقه في اخر مباراه لتحقيق الهدف المرسوم، ونجحوا جميعا في تحقيق هذا الهدف. ولكن اخر كلمه اخو سامحني، تو شكون تو فما تو لي شوز لي ريزيرف تو كيفاه لا ما قلناها هذا الترتيب المؤقت في انتظار القرارات. انا في انتظارك مليت قلت لا بربي محمد علي تسمع راهو مش كان في الليغ راهو فما الناس ما تعرفش روحها. مثال رالوي وبوشام تونيزي عندها دو نحكي لك هذا الاستاد عندها زوز، السي اس اس عندها ريزيرف. معناتها تحكي على الرابطه الاولى وفي الرابطه الاخرى فما ناس ما تعرفش روحها طلعت ولا ما طلعتش. يقعد يقولوا للناس على بكري خلي الناس تعرف روحها باش تصيف عام الجاي باش تلعب في التروا ولا باش تصيف باش تلعب عام الجاي في الدو. قولوا للناس صارحوهم واعطيوا كل واحد حقه. الفلو هذا ماهوش في صالح حد. خالد حبيت تقول حاجه؟ هو ممكن معاش ميزه ولا ماش ميزه في نادي الصفاقسي السنه اللي لعب عديد الخطط، لعب بال4-4-2 مع نبيل كوكي اون لوزانج، لعب 5 مدافعين اون 3-4-3 ولا اون 5-4 مع كريم دلهوم، جاب محمد الكوكي نفس الشيء وبيدو عنده التفكير هذاك في مباريات لازم يسكر يلعب 5 ويستنى ومن بعد يبدل تكتيك. دونك تشوف الماتش تاع اليوم حتى كانت دوبلا ولا معناتها هون ملاعبيه بوليفالون ينجموا يلعبوا عديد الخطط ومدرب، والا المدرب يفركس في الخطه الملائمه اكثر. الفرق ما بين المدربين لهنا الاختيارات مش كما انا نرى ليكسونتري يعني بكاليتي معينه كما راه حد نعطيك انا شنو الفرق مثلا معنا محمد الكوكي المقابل مقابله الاخرانيين اللي لعب باللامين اللي هو اكسيال ارير جوش ولا عنده بلوس دو سيكوريتي في الاكس. يعني اليوم حتى كي يبدل ولا يلعب 3 في الاكس ديجا عنده ليليمون وتفرضت عليه الماتش ولا كيفاه تفرضت عليه خاطر لاريغوش سيسبوندو جوستومون هو الاختيار نتاعو باش يلعب ب4 ما كيختار ملاعب عنده الفوكاسيون ديفونسيف مع هو ناقص يلقى روحه ديفونسيفمون فوالا. دونك لهنا صحيح الملاعبيه نتاعو يعني لعبوا عديد الخطط، لكن زاد النظره نتاع المدرب كل ملاعب يمشي وظفه حسب رايي. قوة محمد الكوكي انه نجح في توظيف الملاعبيه دوما، يعني كيما بركات الحميدي رينا مثلا لعب مهاجم، هو اللي كاليتي نتاعو مش مهاجم نتاعو جوار كل دونك كل مدرب وروحته وكل مدرب شو هما لي زوبجيكتيف نتاعو. تقول انت فما حاجه بركه، تقول انت علاش كل عنده خطه معينه يلعب بها ديما. ساعات يجيك فريق انت مفروض عليك باش تهاجمه، دونك وقتها اوبليجي باش تبدل السيستم دو جو نتاعك. باهي كمل معاك امين على السي اس اس اللي باش يخسر واحد من الملاعبيه المهمين على غرام على مستوى الدفاع وعلى استابيليتي احسن دفاع النادي الصفاقسي مع الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. في المقابل عائدات ماليه مهمه للنادي الصفاقسي اكيد باش تساهم تخليه يرفع منع الانتداب، وحتى جمعيتك الرالوي اكيد باش تجيها عائدات ماليه مهمه من صفقه انتقال علاء غرام. قلت النادي الصفاقسي باش يخسر ملاعبي مهم وصعيب تعويضه. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل سيواصل محمد الكوكي مع السي اس اس؟ مازلنا ما نعرفوش، خاصة أنه فما إجماع أنه تطور الفريق معاه، طور وقت اللي ما لقاش برشا وقت نتاع خدمة مباريات ورا بعضها. محمد كوكي ما خدمش كما يلزم، أكيد أنه إذا كان يواصل يلقى أكثر وقت للخدمة في الصيف وقت التريق. أول حاجة نحيوا المسؤولين تاع النادي الصفاقسي ورئيس النادي اللي صرحوا الملاعبي باش يمشي يلعب، معناتها خلاوه عطاوه الفرصه باش يخرج يمشي يلعب في شختار، لانه فريق معناتها يلعب تشامبيونز ليج. ما خاطر فما عائدات ماليه مهمه والنادي في ذائقه ماليه. الاوقات وجدت فما فرق زادت وجدت للملاعبيه عائدات ماليه وما يخليوش الملاعبيه تخرج. دونك احنا اي ملاعب تجيه اوفر باش يمشي يلعب في فريق
ينجم يحسن من مستوى هو الحق سي اس اس من الانديه اللي ديما يسيبوا الملاعبيه ما يقفوش عتبه قدام الملاعبيه. دونك جوست الرئيس النادي والمسؤولين يخليوا على غرام يمشي الساعه نحيوهم خلوه يمشي، هو زاد نحيوه على الروندمون اللي قدموا على الامكانيات نتاعو، انه لو كان مش امكانياته الفنيه ولا مش الروندمون اللي عمله اخلاقيه ممتاز حتى من الناحيه الاخلاقيه. قائد فريق النادي الصفاقسي في السنوات الاخيره كان ما نجمش يجيب اوفر من النوع هذا، وفي فريق معناتها نسمى هاي ليفل. اذا يلعب تشامبيونز ليج ما نجموش نحكيو على فريق معناتها فريق هاي ليفل يلعب في الشامبيونز ليج، دونك ميريت زاد حتى للملاعبي. العائدات الماليه صحيح، واحنا الكابتن توجهت له دعوه، نزلت توجهت لي دعوه نتاع السي اس اس دو دومان مع الترجي الرياضي التونسي. الفريق الوحيد اللي البروجي سبورتيف نتاعو واضح تو هو النادي الرياضي الصفاقسي، عارف روحه شنو باش يعمل، عارف الفلوس اللي جايته، عارف كيفاش يلفا انجكتي الفلوس باش يحسن الانفراستركتور نتاعو او نيفو دي جون. معناتها واضحه الرؤيه نتاع النادي الصفاقسي المستقبليه على المدى المتوسط على الاقل واضحه، والمدى القريب. وهذه الساعه ما تنجم تنجح كان ما يكون عندك بروجي سبورتيف واضح. هذوما جاو استراتيجيه واضحه ولا بروفا، وجا الملاعب جاتو اوفر خرجوه معناتها خلوه يمشي باش يستغلوا العائدات مع الخدمه اللي تخدم فيها ايضا السوسيوس نتاع النادي الصفاقسي وتوفر في برشا حاجات على المستوى اللوجستي نتاع الفلوس نتاع رئيس النادي زاد، ومع الترشح هذا للكومبيتيسيون افريكان. دونك كل شيء متوفر باش مع التناغم بين سوسيوس والهيئه المديره، لانه عبد العزيز مخلوفي كان رئيس السوسيوس، معناتها الامور الكل ممتازه في السي اس. نكونوا صادقين في خصوص المدرب محمد الكوكي. قبل كان برشا حديث على انه نادي الصفاقسي يلوج على مدرب اجنبي، عندها مده ما عادش فما الحديث هذا. دونك اذا ما عادش فما الحديث هذا، دونك فما رضا على عمل المدرب، وفما امكانيه كبيره باش يقعدوا يواصل يكمل العمل اللي يكملوا اللي بدا في النادي الرياضي الصفاقسي. الاستمرار هو على سبيل النجاح. معناتها وانت ريت مدرب ونجح معك، هذا رايي، خليني نكمل. ولكن المشروع ما ينجح المشروع الا في حاله واحده، لما تفصل المشروع ونتائج الفريق الاول. ما يلزمش نتائج الفريق الاول تؤثر على المشروع، خاطر المشروع في مرحليه ما يهمكش انت في الكابتن ايش عملت.